يا بابا، يا ماما، أنا بحاول أحب نفسي، بس كل مرة ببص في المراية بحس إني مش كفاية. كل حاجة فيا بقيت أشك فيها، شكلي، صوتي، تصرفاتي، ضحكتي، كله بقيت أحلله وأقول هو ده يرضيكم؟ أنا ما اتعلمتش أحب نفسي، لأني من وأنا صغير كل حب كنت باخده كان مربوط بشرط: لو سمعت الكلام إحنا بنحبك، لو جبت درجات حلوة تبقى ولد شاطر، لو ضحكت للناس تبقى مؤدب. طب لو ما عملتش كده، لو كنت تعبان، لو مش قادر، كنتوا لسه هتحبوني؟ أنا بقيت أربط حبي لنفسي بنظرتكم ليا. لو كنتوا راضيين بحس إني حلو، ولو زعلانين بحس إني وحش. أنا محتاج أتعلم أحب نفسي، مش علشان أبقى مغرور، بس علشان أعيش مرتاح. أنا حاسس إني دايماً لازم أعتذر عن وجودي، عن أخطائي، عن صوتي العالي، عن دموعي، عن كل حاجة فيا. بس يا ترى هو الطفل لازم يعتذر علشان يتقبل؟ لازم يبقى مثالي علشان يتحب؟ أنا مش طالب كتير، أنا بس محتاج حضن من غير ما أكون كويس، نظرة فيها فخر من غير ما أحقق إنجاز، وكلمة أنا بحبك لأنك أنت، مش علشان حاجة تانية. أنا بقيت بخاف من نفسي، من تفكيري، من طريقتي، من عيوبي، لأنكم خوفتوني منها. بس الحقيقة أنا مش وحش، أنا بس صغير وبتعلم وبغلط وبحاول. أنا محتاج حد يمسك إيدي ويقولي أنا فخور بيك، مش علشانك عملت حاجة، بس علشانك أنت. لو اتعلمت أحب نفسي دلوقتي هكبر إنسان سوي، هعرف أكون سند، هعرف أحب الناس من غير ما استنى منهم حاجة. بس لو فضلت كده هفضل دايما حاسس إني مش كفاية. في الحلقة الجاية هنتكلم عن الطفل اللي نفسه يسمع كلمة أنا آسف من باباه أو مامته ولو مرة.